ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض طاجن باميه باللحمه. معانا حله على النار تسخن، هننزل بالزبده والزيت، وبعدين هننزل بقطع اللحمه اللي احنا مقطعينها. انا مقطعها حجم وسط قريب للصغير شويه. تمام. هنشوحها كده، نفضل نقلب فيها لحد ما تاخد لون من جميع الاتجاهات، من كل الاتجاهات كده تاخد لون وتاخد صدمه معانا. شايفين بقى؟ نفضل نقلب فيها طبعا علشان تاخد لون من كل الاتجاهات. بعد ما نشوحها كويس جدا هننزل بقى عليها بمية تكون سخنة. يعني هنبقى مثلا حاطين الكاتل جنبنا، المية سخنت كده، وهننزل بقى على اللحمة بتاعتنا نقلبهم. وبعد ما تغلي لو في اي ريمة طلعت هتشيليها بالمعلقة كده. وبعدين هننزل معانا ببصلاية متقطعة وطماطمية متقطعة، وننزل بالتوابل، جوز الطيب، ورق لورا، وريحان، وفلفل اسود، ورشة سكر عشان تساعد اللحمة على السوا. بعد ما اللحمة تستوي معانا كده تبقى خلاص، يعني almost خلاص ريدي ان يستوت، هننزل بقى بالملح بتاعنا نملحها. حلة تاني بقى على النار سخنة هننزل بالزيت والزبدة، وبعدين هننزل ببصلاية او بصلتين مفرومين حسب ما انتي عايزة الكمية، 1 أو 2، ونقلبهم كده كويس، وننزل عليهم بملح وفلفل اسود. حلو جدا الفلفل الاسود يا جماعة، وانتوا بتشوحوا البصل ريحته بتطلع ريحة تحفة. هننزل بقى بالبصلة والملح والفلفل ونقلبهم كده كويس جدا. احنا مش هنحمر البصل، احنا بس هنخليها تدبل وتاخد لون اصفر كده شوية، لكن مش هنحمرها ولا اي حاجة. بعد ما نشوحها كده شوية هننزل بقى بفصين توم مفرومين ونقلبهم برضو مع البصلة كويس جدا. وبعدين طبعا تبقي مجهزة البامية، اذا كانت فريش او اذا كانت مفرزة هتطلعيها، لو مفرزة تطلعيها تغسليها. بس انا بديها بس غسلة علشان لو في اي حاجة يعني بتأكد ان الكيس تمام. وبعدين بنزل بيها على الحلة بتاعتي، بشوحها كده مع البصل والثوم بس تشويحة كده. وبعدين بننزل بعصير الطماطم ونقلب، وبعدين هحط معايا معلقتين صلصة علشان الطماطم بتاعتي لونها فاتح، فانا بس علشان اللون يعزز اللون شوية يعني، فحطيت معلقتين صلصة. تمام. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، حطينا زنجبيل و7 بهارات وكزبرة وكمون، وحطيت رشة سكر كده علشان الطماطم. وبعدين بعد ما اتسبكت كده كويس جدا حطيت عليها كوباية من الشوربة بتاعت اللحمة. وبعد كده حطينا بقى زبطنا الملح، يعني دقت ولو في ملح عايزة ملح زودت الملح. وحطيت بعدين اللحمة بتاعتي اللي انا مشوحاها وسلقاها، وقلبتهم كده تسبكوا مع بعض شوية، وحطيناهم في الطاجن زي ما انتم شايفين دخل الفرن، وطلع شكله تحفة وريحته تحفتين وطعمه خطير يا جماعة. لو جربتوا الوصفة دي هتعشقوها، مش هتعملوا البامية واللحمة غير بالطريقة دي. جربوها وهتعجبكم جدا. بصوا بقى الصوص عامل ازاي، ولا اللحمة دايبة ازاي، ولا البامية خطيرة يا جماعة، خطيرة. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ حلوة قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وعلى الفيسبوك اعملوا لايك واعملوا فولو واعملوا شير، واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.